السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل كب كيك حادق. طبعا دي حاجه مختلفه وهتعجبكم جدا. انا دول بالظبط كوبايتين دقيق. هبدا احط معاهم بيضتين اهو زي ما انتم شايفين كده. نقلب واحده واحده، وهضيف عليها كوبايه لبن. طبعا انا هكتب لكم المقادير تاني في صندوق الوصف بتاعنا. واضيف معاه نص كوبايه زيت، وده بالظبط معلقه كبيره بيكنج باودر وكاري وزعتر ورشه ملح ورشه سكر. نقلب واحده واحده المقادير معانا. وطبعا دي بسطرمه انا قطعتها. طبعا اللي عايز بقى يضيف يا جماعه لانشون، اللي عايز يضيف سوسيس سجق، يعني اللي يعجبكم بقى، دي حسب الرغبه يعني. وزيتون مخلي جميله جدا تعجبكم قوي، بدل الحاجات التقليديه اللي احنا بنعملها. المره دي بقى قلنا نجرب طبعا انا عندي هنا هحط دي موتزاريلا مشكله برضو، هضيفها تديني طعم جميل جدا للخلطه. تاني طبعا انا بدات اهو خلاص عملت العجينه، وفضلت بقى اقلب فيها كويس جدا. طبعا اهو هبدا بقى انزل الخليط بتاعي بالراحه خالص كده اهي زي ما انتم شايفين اهو كده. هكمل بقى بقيه انزلهم كلهم وارجع لكم تاني بعد ما مليت كل الكميه. حط يعني حبه صغيرين كده جبنه موتزاريلا من فوق. طبعا انا هدخلها على درجه حراره في الفرن 180 درجه، ومش تاخد برضو كمان الكب كيك الحادق ده مش هياخد معانا وقت في الفرن اهو. طعمه بقى بجد خطير جدا، جميل جميل يعني بجد. بس هندخله بقى الفرن، وبعد ما نخرج من الفرن نرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني. طبعا عندي الكب كيك اهو خرجته من الفرن. الريحه بقى ما اقولكوش جميله جدا. هبدا بقى احطه عندي في الطبق بتاعي اهو. جميله بقى جدا. باقي بقى الكبير والصغير اللي هتعجبهم جدا ومغذيه. حاطين فيها جبنه موتزاريلا وحاطين فيها بسطرمه. بجد جربوها تعجبكم جدا بجد. عنا بقى نعمل تغيير كيك حادق. وده كان النهارده فقرتنا اللي قدمناه النهارده كب كيك حادق. يا رب يكون عجبناكم، ومتنسوش بقى لايك وشير لحلقتنا من مطبخ شيرين. باي باي.